انسي أي طريقة بقى عملتِ بيها كبدة وقوانص قبل كده، وجربي الطريقة دي هتنبهري بيها. تعالي أما أقول لِك بقى على السر اللي يخلّي طعمها معاكِ ولا في الخيال. علشان نحضّرها بقى وتطلع معانا مضبوطة هنحتاج لكيلو من الكبد والقوانص، هناخدها بقى نغسلها كويس ونقطّعها، وهنكون محضّرين عندنا طاسة على النار فيها زيت، وهنسيب الزيت لغاية لمّا يسخن معانا، وهننزل بالكبد والقوانص وهنسيبها كده، بس اوعي تقلّبيها لغاية لمّا تنشف معاكِ كده، وبعد كده هتنزلي عليها ببصلتين كبار وهتغطّيها وهتهدّي النار خالص لغاية لمّا البصل يدبل معاكِ بالشكل ده. وده السر بقى، هتنزلي على الكبد والقوانص بنُص معلقة من التوم المفروم وهتشوحيها لغاية لمّا تشمي ريحة التوم، وبعد كده هتنزلي عليها بكوباية من المَيّة وهتسيبيها لغاية لمّا تغلي وهتغطّي عليها وهتسيبيها على نار هادية لغاية لمّا تشرب كمية المَيّة اللي فيها كلّها، وهتنزلي عليها بقرن فلفل حراق أو فلفل رومي وهتقلّبيها تقليبة بسيطة، وهتنزلي بالملح والفلفل الأسود ربع معلقة صغيرة من القرفة وهتقلّبيها، وبكده هتاكلوا أحلى كبد وقوانص وبألف هنا ليكم. لو عجبتكم الطريقة بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة، وشكرًا جدًا على المتابعة.